السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. معانا الحواوشي، حاجة معمولة في البيت ومضمونة بصراحة، تحفة جدا، بخطوات سهلة وبسيطة، وحاجة انت ضمناها في البيت. تمام، زي ما انتوا شايفين كده، حاجة جميلة بصراحة والطعم تحفة. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. 3 بصلات، تمام، ومعايا قرن فلفل رومي نضف منه البذر كويس، تمام، ومعايا قرن فلفل حراق طبعا على حسب الرغبة، مش عايزين بلاش. معايا بابريكا، كمون، فلفل، شطة، دقيق، ونص معلقة بيكنج باودر عشان ما يبقاش مكتوم. انا بشرت البصل كده معايا، ومعايا الفلفل، تمام. هقوم نازله عليه بالبهارات بتاعتي، ماشي. وما تنسوش يا جماعه معلقه الدقيق، لان هي بتفرق جدا، بتمتص السوائل اللي نازله من البصل. طبعا هتقلبوها كويس جدا، تمام. انا هنا خلصتها. عندي طبعا لحمه اقل من نص كيلو يا جماعه على فكره، يعني ربع كيلو حتتين كده. فرمتهم كويس، ومع حته دهن برضو، وهنا عملتهم كويس جدا. فتحت العيش معايا زي ما انتم شايفين كده. خلاص، طبعا هبتدي احط بقى كور كده وافردها جوه الرغيف على حسب الرغبه. عايزه بيبقى عالي الحواوشي، عالي الحواوشي مظبوط، بس هو كده السمك بتاعه ما بيبقاش عالي عشان اللحمه تستوي كويس وما تبقاش نيه وطعمها مش حلو طبعا. وبعد كده بضغط عليه زي ما انتوا شايفين، تمام، عشان اللحمه تتفرد من جوه كويس، ماشي. وهنا برضو هعمل معاك واحد تاني اهو. حطيها جوه افرديها كده كويس جوه الرغيف، ماشي. وما تسيبيش برضو الحروف، لان طبيعة اللحمة بتكش، فهتبص تلاقي الرغيف مفهوش حاجة. يعني حاولي انك انت تظبطي كويس، وخصوصا الحروف يعني. تمام، هخلص الكمية وارجع لكم. انا كده خلصت الكمية عندي ما شاء الله، عملوا حوالي 7 ترغيفة معايا، ماشي. طبعا هو اوفر من بره بكتير وانضف 1000 مرة، يعني سيبيكي من التوفير النظافة كمان. انا طبعا هنا عندي الصاج بتاع الفرن بتاعي، دهنته زيت كويس جدا، وهبتدي ان انا ارص عليه الحواوشي زي ما انتوا شايفين كده. هرصه طبعا في الصاج، حاجة انت عاملاها مضمونة في البيت، مضمونة جدا، حاجة عاملاها بايدك، حاجة مش على التكاليف، على النظافة اهم شيء، تمام. طبعا انا كده رصيته كله. هجيب بقى شوية زيت وهبتدي ادهن الوش بتاعه من فوق عشان يتحمر كويس جدا، تمام. هدهنه كله خلاص. وانا كده دهنت كل الكمية معايا. خلاص، هدخله الفرن على درجة حرارة 180 يا جماعة. الخط في وسط الفرن، تمام. هنا بقى طبعا خلص معايا زي ما انتوا شايفين، طري وجميل جدا، حاجة نظيفة بصراحة، وبألف هنا وشفا. ويا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني جديد. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.